طيب في سؤال: هل يوصف الله بأنه عارف؟ بأنه عالم؟ نعم، بأنه عالم يوصف. نعم. ها؟ إيه؟ وبأنه عارف؟ لماذا؟ يقولون لا يوصف الله بأنه عارف لسببين: السبب الأول أن المعرفة تشمل العلم والظن، المعرفة تشمل العلم والظن، ولهذا قال العلماء في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية علما أو ظنا. والظن في جانب الله جائز ولا ممتنع؟ ممتنع. الثاني أن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس، فتكون المعرفة واردة على جهل، وهذا غير لائق بالله عز وجل. ولهذا قال صاحب مختصر التحرير: ولا يوصف الله بأنه عارف. فإن قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ قلنا المعرفة هنا ليست المعرفة التي هي العلم، لأن الله عالم بالإنسان في حال الشدة وفي حال الرخاء، لكن المراد بذلك لازمها، وهو أنك إذا تعرفت إلى الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في حال الشدة. وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته لربه تعالى في الرخاء.